بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في ثاني حلقات برنامجنا الرمضاني القلب يريد إسقاط الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الحياة في شهر رمضان، وأن يديم علينا نعمة الاستمرار في الطاعة في شهر رمضان، وأن ينعم علينا بالأجر والثواب والقبول بإذنه وبفضله وبرحمته. تكلمنا بالأمس عن الثورة ضد النفس والهتاف الذي لابد أن يهتف به القلب يريد إسقاط الذنوب. تحدثنا عن أول خطوة من خطوات هذه الثورة، وهي حطم صنمك. يعني كما حطم الثوار يعني صور مبارك وصور المفسدين وتماثيلهم وهذه الأمور، قلنا أنه لابد للقلب الثائر أن يحطم الصنم، صنم صاحبه الذي يحول بينه وبين الله عز وجل. فقلنا أنه يعني لن يدلك على صنمك إلا أنت، ولن يعرفه إلا أنت، كما قال العرب: ما حك جلدك مثل ظفرك. فإذا يعني جلست مع نفسك، السائر الذي يعني يسير معنا الآن في هذه الثورة جلس مع نفسه بالأمس وحدد صنمه وعاهد الله عز وجل أن يحطمه واستعان به، ثم بدأ لينطلق في الثورة. المعنى الثاني الذي نتحدث عنه اليوم، أو الخطوة الثانية من خطوات الثورة، خطوة مهمة جدا بنستشفها من الثورة التي حصلت فعلا، الثورة المصرية. وبالمناسبة يعني ستجد أن الثورات متشابهة تماما، حتى في الثورات الربانية التي نتحدث عنها الآن. الثورة التي يتحرك فيها القلب ضد النفس الأمارة بالسوء هي نفس السيناريو، هو نفس السيناريو المتكرر أو الذي حدث في الثورة السياسية التي حدثت في مصر. بمعنى أن كل خطوة سنتحدث عنها في برنامجنا هذا ستكتشف أنها مشابهة تماما لنفس الخطوات التي يعني فعلها الثوار في الثورة المصرية بإذن الله. فمثلا يعني قلنا أن تعالى كده نتخيل يعني من الذين نزلوا في ثورة 25 يناير، ستجد أنهم يعني قلة، ليسوا بالأكثرية ولا بعدد كبير من الثوار ولا بالملايين كما وصل الحال إلى نهاية الثورة. هذا هو حالك أنت الآن، يا من نويت الثورة وتحركت واقتنعت بما قلناه بالأمس. يعني تحرك عقلك ليصور، وتحرك جسدك ليصور، ونصبت قدميك لتصلي القيام، وفتحت مصحفك لتقرأ القرآن، ونويت الصيام، وفعلت الطاعات. كل هذا بدأته بعقلك وبجسدك. يعني هؤلاء مثل الشباب أو الثوار الذين بدأوا يوم 25 يناير. حتى تتم الثورة، وحتى يزيد العدد، وحتى تشعر النفس أن هناك ثورة فعلا وتسقط بالفعل، لابد أن يتحرك الشعب الذي نزل بعد الثورة بيومين أو ثلاثة في يوم 28 يناير حين خرج الملايين. هذا هو القلب، يعني مثل القلب في ثورتنا هذه. العقل نزل في أول يوم وهو بالأمس. لابد لكي تتحقق الثورة ولكي تنتصر ولكي تسقط النفس، لابد وأن ينزل الشعب. والشعب في ثورتنا هذه هو القلب. لابد وأن تقنع قلبك بالنزول، لابد وأن تقنع قلبك بالنزول، لابد وأن تقنع قلبك بالثورة، لابد وأن تحدث أمور تفتح بها قلبك حتى ينزل ويثور ضد النفس. نعم، يعني ربما تكون تحركت وفعلت الطاعات، ولكن لم يتحرك قلبك إلى الآن. وطالما القلب لم ينزل الثورة ولم يتحرك، فلن تنتصر الثورة ولن تسقط النفس. لهذا نتحدث في حلقة اليوم عن كيف تدعو قلبك للثورة وكيف تحركه لكي يتحرك قلبك. يعني قبل أن ندخل في هذا الأمر لابد وأن أحدثك في معنى مهم جدا لا علاقة بهذا الأمر الذي نشبه فيه بين الثورة السياسية والثورة الربانية. هو يعني كلمة لأحد السياسة لغاندي في الهند، الذي يعني قاد ثورة سلمية ضد الاحتلال الإنجليزي. غاندي كان يقول يعني سيتجاهلوك ثم يقتلوك ثم يفاوضوك ثم تنتصر. سيتجاهلوك ثم يقتلوك ثم يفاوضوك ثم تنتصر. هذا ما حدث في الثورة. تجاهل الساسة وتجاهل نظام مبارك الثوار في أول الأمر، ثم بدأ يقتل
ويجرح ويؤذي الناس ويعذب في خلال أثناء الثورة. ثم بدأ يدعو للحوار وللنقاش ولإعطاء الفرص، ثم انتصرت الثورة. هكذا ستفعل النفس معك، ستتجاهلك، ثم تحاول قتلك، ثم تتفاوض معك، ثم ستنتصر بإذن الله تعالى، وسينتصر قلبك بإذن الله تعالى. لهذا حتى يعني تبدأ مراحل الثورة كما قلنا بعد أن حطمت صنمك وعدت الله عز وجل أن تحطمه وسألته العون، لابد وأن تدعو قلبك بأن ينزل الثورة. كيف ينزل قلبك الثورة؟ بشيء مهم جدا اسمه مفاتيح القلوب. لكل قلب مفتاح، يعني مفتاح قلبي قد يختلف عن مفتاح قلبك، قد يختلف عن مفتاح قلبك، وقد يختلف عن مفاتيح قلب أحد آخر. لكل قلب مفتاح يفتح به لله عز وجل، ويفتح به للطاعة، ويقبل به على الله عز وجل. فإذا عثر صاحب القلب على هذا المفتاح، يعني سيثور القلب على النفس الأمارة بالسوء، وسيشارك في الثورة فعلا، وسينزل بكل قوة ليطالب بإسقاط الذنوب. لهذا الخطوة الثانية من الثورة هو أنك لابد وأن تبحث عن مفتاح قلبك. مفتاح قلبك قد يكون في آية من كتاب الله عز وجل، قد يكون مفتاح قلبك في ذكر تذكره لله عز وجل في ساعة رضا فتجد لقلبك انشراحا فينطلق بعدها قلبك للطاعة. قد يكون في سجدة سجدتها بإخلاص لله عز وجل وفي لحظة رضا فينطلق بعدها قلبك للطاعة. قد تكون في صدقة صادقة، قد تكون في ركعة صادقة، قد تكون في دعاء خالص لوجه الله عز وجل. هكذا يكون مفتاح قلبك. يعني من أمثلة مفاتيح القلوب هي آية في كتاب الله عز وجل كانت سببا في فتح قلب 3 من كبار التابعين. هذه الآية في سورة الحديد وقرأناها كثيرا، وكثير منا يحفظها عن ظهر قلب. ألم يأن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية يعني كانت سببا في هداية مالك بن دينار رضي الله عنه، إمام الزاهدين وأحد كبار التابعين. يعني كان قبل توبته شديد البعد عن الله عز وجل، وكان يشرب الخمر ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. وذات يوم ماتت ابنته، فازداد بعده عن الله عز وجل، وازداد إقباله على شرب الخمر. وفي ذات ليلة في منامه رأى نفسه في طريق مظلم وأمامه ثعبان يحاول أن يفتك به، وفجأة رأى ابنته تحمل مصحفا وقتلت الثعبان وأنقذته، ثم قالت له يا أبتاه، يعني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ففاق مالك بن دينار من نومه ثم سمع الأذان في هذه اللحظة، أذان الفجر، فقام وتوضأ وذهب ليصلي. وبينما هو يصلي سمع الإمام في الصلاة يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فوقعت هذه الآية في قلبي، وكانت بالفعل هي مفتاح قلبه، وأخذت بيده نحو الله عز وجل. نفس الآية كانت سببا في هداية الفضيل بن عياض رضي الله عنه، وكان من كبار التابعين أيضا، وكان قبل توبته يعمل هجاما يسطو على البيوت فيسرق ما فيها وربما يقتل أهلها. وفي ذات ليلة هجم على أحد البيوت فوجد صاحب البيت يقيم الليل ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فوقعت الآية في قلب الفضيل فبكى وقال آن الأوان يا رب، ثم ذهب وتوضأ ووقف يصلي خلف صاحب البيت. يعني وكان بعدها يستبشر بهذا الموقف ويحكي لتلامذته ويقول ذهبت لأسرقه فسرقني. الشاهد من هاتين القصتين أنه آية واحدة في كتاب الله عز وجل كانت مفتاح قلب هؤلاء البشر وذهبت بهم نحو الله عز وجل. والكثير من المشاهد والآيات والمفاتيح القلوب التي نقرأ عنها ونسمع في سير الصالحين. سيدنا عمر بن الخطاب كان سبب هدايته آيات بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. نعرف جميعا القصة حينما كان ذاهبا ليقتل محمدا ثم ذهب إلى أخته فقرأ هذه الآيات فوقعت في قلبه
وكانت مفتاح قلبه. إذن فلكل قلب مفتاح، مهما بعد صاحبه عن طريق الله عز وجل أو ظن ذلك، مهما شعر صاحبه أن قلبه قد مات، كلا، إن لكل قلب مفتاح. لو عثرت أخي المسلم في أول رمضان على مفتاح قلبك ودعوته للثورة واستطعت ونجحت في أن تنزل بقلبك إلى الميدان وأن تنجح في إقناعه بالمشاركة في الثورة وبالهتاف القلب يريد إسقاط الذنوب، هذه ستكون مرحلة فارقة في هذه الثورة، وبالفعل ستنجح الثورة. أما لو فشلت في إقناع قلبك فلن تنجح الثورة، لأن القلب كما قلنا وكما شبهنا هو الشعب. لم تنجح الثورة إلا حينما شارك الشعب فيها، وهكذا لن تنجح ثورتك ضد نفسك الأمارة بالسوء إلا إذا شارك قلبك فيها. أسأل الله عز وجل أن تكون قلوبنا ثائرة وأن ننجح في هذا الأمر فعلا، ونستكمل في خطوات الثورة في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.